أعزائي المشاهدين، مصلحة المحظون. موضوع التنازل عن الحضانة. إذا وقعت الزوجة على تنازلها عن الحضانة، فإلى الزوجة وإليكم أعزائي المشاهدين الحقيقة الصادمة التي يغفل عنها الكثيرون. أطفال الزوجة ليسوا ورقة مساومة. لماذا لا يعتد بتنازل الأم عن الحضانة؟ هل يسقط حق الأم في الحضانة بالتنازل أو التقادم؟ القانون اليمني يجيب. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم تمس الكثير من البيوت، وتحديدا وقت الخلاف والانفصال في أروقة المحاكم. كثيرا ما نرى زوجة تضطر لتقديم تنازلات قاسية لتتمكن من الحصول على الطلاق، فيضغط الزوج ويشترط مقابل قيامه بالطلاق أن تتنازل الأم عن حقها في الحضانة. مقابل ذلك تكتب الأوراق وتبتعد الأم عن أطفالها لفترة، لكن عندما تقرر لاحقا اللجوء للقضاء لتطالب بأطفالها، يقف الزوج ويقدم محرر التنازل أو يدفع بأن حقها سقط بمرور الزمن أو ما يعرف بالتقادم. أمام هذا الموقف تبرز عدة تساؤلات. هل هذا التنازل له قيمة فعلية في القانون اليمني ويحرم الأم من حضانة طفلها؟ وهل الحضانة تسقط حقا بمرور الزمن؟ موقف القانون اليمني من ملكية حق الحضانة. وللإجابة على ذلك دعونا نضع أيدينا مباشرة على بيت القصيد. لمن تعود ملكية هذا الحق أساسا؟ القانون اليمني حسم هذه المسألة تماما. ففي المادة 138 من قانون الأحوال الشخصية والمادة 27 من قانون حقوق الطفل جاء نص القانون واضحا ليعرف الحضانة بأنها حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره. ثم ختم المشرع النص بعبارة قاطعة وهي: الحضانة حق للصغير، فلا يجوز النزول أو التنازل عنها. وما يعنيه هذا النص بوضوح هو أن الحضانة ليست حقا للزوجين لكي يتساوما عليه، بل هي حق مملوك للطفل نفسه، ولا يصح أن يتنازل الشخص عن حق لا يملكه. وبناء على ذلك أي اتفاق تتنازل فيه الأم عن هذا الحق يعد تصرفا في غير ما تملك، ويعتبر شرطا باطلا ولا ينتج أي أثر قانوني.